الجزء اللي فات من حكاية شفنا شو بيفتح كل عناصر قوته وبيكمل خريطته النجمية وقوة لطف عالت هي كمان. شفنا كمان حرب بين العصابات والشرطة والعصابة بدأت تقتل اتنين من الشرطة وتهرب. المهم بعد العركة اللي حصلت دي شي بيقول لاخته انها تروح تستناه في البيت وبيقرروا يروحوا ورا المجرمين. بيوصل على بيت كده وبيلاقي الشرطه كلها محاصره وشكل كده المجرمين مستخبين جوه. واحد من العصابات بيقول للزعيم ايه رايك نسلم نفسنا دلوقتي؟ قوات الشرطه اللي بره كتير واحنا مش هنقدر عليهم. رئيس العصابه قال لهم نسلم نفسنا ايه؟ مفيش الكلام ده، تعالوا ورايا بس وانا هحميكم. وبالفعل بياخدهم الاثنين وبيطلعوا من المكان. والشرطه بعد ما شافتهم بدات تضرب عليهم من كل حته، بس رئيس العصابه عمل لهم درع ليه واخدهم رصاص كله. ده اللي هتحميهم انسان ندل والله. بعدها الشرطه بتكمل جري وراه عشان تمسكه. واحد منهم اصابه بالسيف بتاعه قدر ان هو يخترق جسمه، بس ده ما كانش كافي ان هو يقتله. وبيقول مجرم تاني ولا كأن حاجه حصلت له، بس فجأة الكل بيلمح شو واقف فوقهم كده وبيقول لهم ما تصدقوني لو قلت لكم ان انا جاي هنا بالصدفه. رئيس الشرطه بدأ يتعصب وبيجبر شويه من الجنود ان هم يقبضوا عليه. وبالفعل اتنين منهم راحوا بكل قوتهم عشان يمسكوه، ولكن شو كان في حته تانيه خالص ومحدش منهم قدر ان هو يلمسه. بيحاربهم هما الاتنين وهينهم حرفيا. وفي نفس الوقت كانوا اتنين من الشرطه بدأوا يهجموا على المجرم وشكلهم كده يهزموه، بس المجرم بيضرب واحد فيهم وبيستفرد بالتاني وبيخلص عليه نهائي. الواد حرفيا بقى عجينه في ايده. شوف نفس الوقت ده كان خلص على الاتنين وبيتفرج عليهم، بس البتاع اللي تحت رجله بتتفك وبيقع في الارض. رئيس الشرطه حاول يستغل الموقف ويقتلهم في الجو، بس هو اللي خسر في الاخر. وبكده ما فضلش غير المجرم وشو. الاتنين بدأوا يتحاربوا وشو فجأة كده طاقته زادت وبيضرب الاتنين بعض، بس قوة شو بتكون كبيرة جدا وبيقدر يخلص على المجرم في ثواني. ده ايه العظمة دي؟ وبيهرب شو من المكان قبل ما حد يجي وبيروح على البيت وبتقابله لو واللي كانت قليلة جدا عليه. فبيطمنها شو بيقول لها ما تقلقيش كله تحت السيطرة، بس تعالي معايا هنروح مكان كده وهيعجبك. قالت له ما انت قلت لي كده برضه لما وديتني عند بتاع الخنازير. شو قال لا 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 المرة دي بجد غير، انت مش واثقة فيا ولا ايه؟ فلو قالت له لا. المهم بيطلعوا هما الاتنين فعلا وبيقابلوا من العجوز قدام البيت وبيقول لهم انتوا ايه اللي مطلعكوا دلوقتي؟ لو قالت له ده شو موديني على مكان كده عشان ياكلني. العجوز قال لهم تمام وبعدين بيمشوا. بيطلعوا هما الاتنين على بيت كده والشيف بيقول لها تستخدم قوتها وتتفحص المكان على بعد 1 كيلومتر من هنا وتقول له لو شافت حاجة غريبة وكده. بتطلع العصفور بتاعها وبتتفحص المكان كله. بتقول له مفيش حد. فبيقول لها تمام قوي هروح انا هناك ولقيت المكان امن هبعت لك رسالة تجيلي. قالت له تمام. بعدها وصل على المكان وكان فاضي وبعت لها فعلا رسالة وقال لها تعالي. بتوصل له على المكان وبيقول لها شو انت حاسة بطاقة شخص ميت هنا؟ فبتقول له ايوه حاسس بطاقة راجل طويل واتنين كمان اقصر منه. فبيقول لها شو تقدري تاخدي طاقة الراجل الطويل؟ فبتقول له ايوه وبتاخدها فعلا وبيقول لها شو تستدعيه عشان نتأكد منه. فبتقول له ان طاقتها خلصانة دلوقتي وهتحتاج يوم راحة عقبال ما طاقتها ترجع لها تاني. قال لها تمام كفاية كده النهاردة يلا بينا نروح. قالت له نروح مين يا عم انت مش قلت لي هتودينا المطعم؟ قال لها احنا مش كنا بنقول كده عشان نضحك على العجوز؟ فبتقول له لا ماليش دعوة، ولا انت عايزنا نروح مدينتنا فاضية والعجوز يشوفنا؟ قال لها خلاص خلاص تعالي نحتفل باللي عملناه النهارده ونروح احلى مطعم يا ستي. وفعلا اخدها ووداها مطعم وسط البدله وقعدوا ياكلوا وباين عليها انها بتاكل كتير فعلا. وشو كان معاه طبق كده ولو ما كفاهاش اللي كانت وخدته منه. بعدها شو قال لها وهتوري حد قدراتك وخلاها سر ما بينا. فبتقول له تمام ماشي انا عارفه. بس شو قال لها وهي بتاكل انا عارف ان العيشه معايا صعبه وانك لو كنت في الميتم كان هيبقى عندك حياه احسن من كده. لو اول ما سمعت الكلام بدات انها تعيط. قالت له انا مش فارقه معايا اني ما عنديش اكل كفايه ولا عيشه مثاليه، بس انا عايز اعيش معاك في بيتنا. شو بعد ما سمع الكلام ده اتأثر جدا وبدأ يفتكر قد ايه هما كانوا قريبين من بعض لما كانوا صغيرين. وبيفتكر اول مبلغ جمعه عشان يستأجر البيت اللي هم قاعدين فيه دلوقتي. وبيفتكر كمان لما لو كانت بتهرب من الملجأ عشان تيجي تعيش معاه وهو كان دايما بيرجعها. وبيفتكر فرحتها لما وافق انه ميرجعش الملجأ تاني ويقعدها معاه، وان حالتهم الماديه كانت سيئه جدا وانه ما كانش بيقدر يشتري لها كل اللي هي عايزاه. ولما تعب لو كانت بتنزل تبيع البيت بداله وكانت دايما سند ليه. شو قال لها انا كمان عايز اعيش في مكان يكون خاص بينا وبوعدك من النهارده هنفضل على طول مع بعض يا لو. ولو بتفرح جدا وبترجع الامور لمجاريها وبيخلص اليوم على كده. بعدها بتعمل شبكة السماء اجتماعي عشان تعرف هوية الشخص اللي قدر يهزم المجرم. بيقولوا إنه من طريقة كلامه وأفعاله باين عليه لسه مراهق وقوته من الدرجة جيم، بس إذا كان مراهق وعنده القوة دي كلها أمال لما يكبر قوته هتبقى عاملة إزاي؟ في نفس الأثناء كان شو قاعد بيبيع التوفو بتاعه. شرته بقت كبيرة جدا وبقى عنده زباين كتير والتوفو بتاعه بقى بيتباع في أقل من 10 دقايق. وشو بقى زعلان عشان مش عارف يكسب مشاعر سلبية من الناس عشان بقى بيحب التوفو بتاعه. بس هو قاعد كده بيجيله زبون وبيسأله إذا كان لسه عنده توفو ولا لأ. ولما شو قال له لأ الراجل اتضايق وبعدين مشى. وشو كسب من وراه 50 نقطة. شو قال حلو قوي كده وجا في باله فكرة. وبيجي واحد تاني وبيسأله لو لسه عنده توفو. فشو قال له تعالى تعالى بص كده بص التوفو كله خلص. الواد كان هيولع يا عيني وشو كسب منه شوية نقط. الواد ده ينفع مشروع خنزير والله. تاني يوم لو نايمة بتحس ان طاقتها رجعت بتصحى وبتروح تجري على شو عشان تعرفه بالخبر وبتوريه المجرم اللي استدعته بقوتها. شو بيقول لها عظم قوي انت بتتحكمي فيه ازاي؟ قالت له اللي انا بفكر فيه هو بيعمله، حتى ممكن اجرب فيك واخليه يضربك كده. شو قال لها لا لا بصدقك
محتاجك والله. المهم لو قالت له انها بتقدر تشوف ذكرياتهم كمان، وعلى فكره البوكس بتاعك اللي اديته له كان جامد. شو قال لها بتبداي تشوفوا ذكرياتهم كمان؟ ده ايه العظمه دي؟ بس فجاه لو بتقول له انها شافت في ذكرياته مكان فلوس كتير كانوا سارقينها، وبتقترح عليه انهم يروحوا يجيبوها، بس شو رفض وقال لها ان الفلوس دي مش من حقنا، ولو جبناها هنضطر نرجعها للشرطه، وبعدها يسالونا احنا عرفنا مكانها ازاي، وساعتها الناس هتعرف بقوتك. فلو زعلت وراحت عليه وقالت له بس احنا مش ممكن ما نوديش الفلوس دي للشرطه وناخدها ونشتري البيت اللي احنا فيه؟ مش ممكن الفلوس دي تساعدنا؟ شو قال لا لا ما ينفعش، انا كمان عايز اشتري البيت بس مش بالطريقه الغلط. الله عليك يا شو، كبرت في نظري يا ابني والله. المهم بعدها بتدردل عليه شويه فبتسيبه وتمشي. وتاني يوم بيروح شو على المدرسه وبيلاقي الكل بيتكلم عن الحادثه اللي حصلت على الجسر، ولما شو بيشوفهم بيتبرد عليهم كلهم وبيكسب منهم شويه نقط وهو معدي. بعدها بيروح يقعد في مكان وبيسال جي عن مكان اسمه الارض المباركه، فبيقول له جي ان دي ارض فيها طاقه روحيه كبيره، ولو اتدربت فيها طاقتك هتزيد اسرع وهتوصل لمرحله الاستفاقه. شو قال له تمام بس الارض دي غاليه جدا، مفيش طريقه تانية ازود بيها طاقتي بسرعه؟ جي قال له يبقى عن طريق الاحجار السحريه، وسمعت ان هم هيدونا شويه بكره. وتاني يوم بيكون في مدير جديد جاي على المدرسه، وبيكون عضو في شبكه السماء وجاي عشان يدرب فصل الديوان او فصل القوات الخارقه يعني. المهم بيدخل المدير على المدرسه واللي بالمناسبه اسمه جياو، ولما بيعدي من قدام شو بيحس منه بطاقه غريبه كده، وبيعرف انه مش راجل عادي، ده عضو في شبكه السماء ودرجه كتبه بتكون عاليه جدا. والمدير كمان بياخد باله ان في حد لاحظه، وبعدها بيرحب الطلاب بالمدير وبيخلص الاحتفال على كده. بعدها بيروح المدير على فصل الديوان وبيعرفهم بنفسه اكتر، وبيحذرهم بعدها عن الشخص اللي ظهر جديد في المدينه، وبيعرفهم بعد كده على مواصفات الشخص ده، وبيقول لهم ان الشخص ده بيكون في هاله سوداء بتحمي جسمه، وانه بيعرف يستخدم السيف كويس جدا، ولو حد فيكم شافه ويجي ويقول لنا فورا. بعدها بيوزع المدرس عليهم احجار سحريه عشان التدريب، كل واحد على حسب درجته، وعشان شو كانت درجته ضعيفه فخد حجرين بس. بعدها بيخنزر على رئيس الفصل بيقول له شكرا ليك يا راس الديك عشان ساعدتني ان اوصل للاستفاقه، وده لما حط عليه في الريست، والواد بيتعصب وبيولع منه يا عيني. وشو لما بيطلع بره بينادي على جي وبياخده في جنب كده وبيساله اذا كانت الاحجار الروحيه دي ينفع تتباع ولا لا. جاي بيقول له ان الاحجار دي من شبكه السماء ومعذور بيعها، ولكن ممكن اكلم لك حد في السوق السوداء وممكن يشتريها. وبالفعل بيكلموا وبيتفقوا على سعر، وبتكون غاليه جدا، الواحده منها بيوصل سعرها ل 120 الف ين. وبكده شو يقدر يشتري البيت بكل اللي فيه، وبيفتكر ليه شوية ذكريات مع لو، وانه اخيرا هيقدر يشتري البيت اللي كان نفسها فيه. ولو في الوقت ده كانت قاعدة مع العجوز بيذاكر لها، البنت مطلعة عينه حرفيا، وهم قاعدين بيخش عليهم يشاو، وبيكون رايح على العجوز عشان يتكلم معاه في حوار الشخص الجديد اللي ظهر في المدينة. وكالعادة العجوز ما بيكونش حابب وجوده، وبيقول له لو ايه اللي بيحصل لما بيجي لنا ضيف من شبكة السماء. فلو بتقول له نطرده على طول، وشو بيجي له رسالة مشاعر سلبية من لو، وبيعرف ان ليه شاو عندهم، وليه شاو بيكون جاي للعجوز بسبب انه بيعرف في استعمال السيف، ومش فكرة يكون هو اللي معلمه ولا حاجة. العجوز قال له انه ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، وقال له قبل ما تكون راجل محترم وتشك في الناس. فبيتحرج ليشاو وبعدها بيمشي. بعدها بيرجع شو على البيت وبتكون له قاعدة بتتفرج على التلفزيون، وبتسأله عن شبكة السماء والأرض، فبيقول لها شو كل اللي يعرفها عنهم. بعدها قال لها ان انا عندي ليكي خبر حلو. فلو فرحت كده وقالت لي ايه. شو وراها الفلوس اللي جمعها النهارده. بعدها طلع تليفون كده وقال لها ان ده هيبقى بتاعك من النهارده، وقال لها كمان انه كلم صاحب البيت وهيروح يوقع معاه العقد بكره. لو بعد ما سمعت الكلام ده اتصدمت من الفرحه، وقالت له يعني خلاص كل حاجه في البيت هتبقى بتاعتنا، الجنينه والارض والبلاط والحيطان كله هيبقى بتاعنا ومحدش هيقدر ياخده مننا تاني. شو قال لها ايوه، ولو فرحت جدا وحضنت شو وقعدت تعيط من الفرحه، وكان مشهد جميل الصراحه. بعدها بيروح شو بيزود طاقته، ولو هي كمان بتكون طاقتها زادت، وشو بيقول له انا فاضل لي شويه واكون اقوى من ليه شاو، والدنيا شكلها تولع من هنا يا صديقي. تاني يوم بيروح شو يبيع الطفل بتاعه، وليه شو بيعدي عليه بيقول له انا هاخد ده ببلاش، ولو عاوز حاجه في المدرسه ابقى كلمني. ولكن العجوز اللي بيكون قاعد جنب شو بيسمعه وبيقول له عيب عليك تكون شخص بالغ وتعمل في طفل يتيم كده، وبيقول له شو يتيم وظروفه صعبه ومحتاج الفلوس دي. ولسه العجوز ملحقش يكمل كلامه وبيلاقي ليه شو بيعيط ومتاثر جدا من كلامه ده، حتى طلع كل الفلوس اللي معاه واداها لشو، وقال له لو احتجت اي مساعده في المدرسه ولا حاجه تعالى وقول لي على طول. بس شو قال له ان الطفل ده سعره 5 يوان، وانه ما بيقبلش صدقه من حد. وبعدها شو بيروح عشان يجيب ملكيه المنزل، وبتجي له رساله من المدرسه ان هم يسافروا لاحد اماكن التدريب في الوقت ده، فبيعرف شيخته انه مش هيجي البيت لمده كام يوم، وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم بيكونوا الطلاب راكبين عربيات ورايحين على مكان تدريبهم، وهم راكبين العربيات واحد من الموجودين بيسال جي عن المكان اللي رايحين فيه. بيبدا جي انه يشرح لهم عن المكان اللي رايحينه، اللي بيكون اسمه الحطام، حاجه كده من عالم تاني، ودي اتكونت بعد غزو الفضائيين للارض وكده. واهم حاجه في الحطام ده هي عين التكوين، لو حد يقدر ياخدها بيختفي الحطام كله. وفي وسط مكان الكل مركز معاه بيقول لهم جي ان رئيس شبكه السماء من كام يوم فتح اول حطام في دولتنا، وقدر ياخد عين التكوين اللي فيه، واللي كانت عباره عن السيف ده. وبعدها شاف رئيس الفصل وقاعد مروق كده
فقال لما خنزر عليه شويه والواد بيسب له في سره يا عيني، والخنزير بتاعنا خد منه شويه نقط حلوين طبعا. المهم بعدها بيوصلوا على مكان التدريب وبيجمعوا المدرس بتاعهم وبيقول لهم دلوقتي انتوا جيتوا هنا في مهمه سريه تامه، وان احنا هنا جايبينكم عشان تزودوا خبرتكم مش اكتر، بس لو حد فيكم سرب اي معلومه ولو صغيره هيتعرض لمحاكمه عسكريه، فاهمين ولا لا؟ لا قالت له تمام، وبعدين دخلوا لجوه. بس وهم داخلين بيشوفوا الجنود اللي موجودين في موقع التدريب وبان عليهم التعب، والجاي بيصعبوا عليه وبيقول للمدرس خلوهم ياكلوا الاول واحنا ممكن ناكل بعدهم، بس المدرس رفض وقال له ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. بعدها كل واحد اخد اكله، وفجاه جه رئيس الفصل بيقول لي شو انا شايفك فرحان قوي اكيد عشان الاكل اللي هنا احسن من اللي بتشوفه في بيتكم، بس فجاه بتيجي من وراه ازاي؟ حرفيا لما بتيجي الواد بيحس بطاقتها وبيترعب كده. بعدها الواد بيبص وراه زي اللعبه كده بس بتكون اختفت. المهم بعدها دخلوا عشان ياكلوا، بس بيكون في واحد تخين كده معدي ومش عاجبه المكان، فضل يسأل على كرسي عشان مش عايز يقعد على الارض، لحد ما عسكري شافه واداله الكرسي بتاعه عشان يبطل زن مش اكتر، وراح العسكري هو وقعد على الارض. بس شو ما عجبوش الكلام ده وراح على الواد وقال له قوم من على الكرسي، بس الواد عمل نفسه من السما وكام شو رزعه بالقلم ووقعه على الارض. رجولة يا ابني والله. بعدها المدرس جه اخد الواد ودخله على الخيمة، واصحابنا دول بيتضايقوا كده من غير اي سبب مش عارف ليه، تحس ان اي حاجة شو بيعملها بتحرقهم تقريبا، وشو بيبقى قاعد ياكل ولا همه، وشي قال له ان الاحطام الطاقة الروحية فيها عالية جدا وهتساعده على التدريب وانها تزود قوته اسرع. واثناء الليل كان الكل قاعد بيتدرب الا شو ما كانش عارف يتدرب معاهم، بيقول في باله انا اتدرب ليه ونقدر ازود النقط اللي معايا؟ طب ما اروح اترخم على رئيس الفصل احسن. وراح فعلا وفضل يتبرد عليه. الواد مركز في التدريب ومش عايز يرد عليه، بس شو وراه ومش سايبه يا عيني. خنزير خنزير مفيش كلام يعني. المهم بيجمع منه شويه نقط حلوين كده وبيشتري بقى تفاح. بعدها بيحاول يرن على لو عشان يطمن عليها، ولكن ما بيكونش في شبكه في المكان، ولو في الوقت ده بتكون صحت وبتلاقي لسه مرجعش البيت. بعدها بيروح شو عشان ياكل وبيديله الطباخ اكل زياده المره دي، وبيجي واحد بعديه كده وبيقول له انا كمان عايز اكل زياده، بس الطباخ قال له امشي يالا، امشي غور، امشي يا ابني. وبيجي كمان واحد من العساكر وبيديله الكرسي بتاعه عشان يقعد عليه، وده طبعا عشان الموقف الرجولي اللي عمله امبارح، بس شو رفض وشكره وقال له ان هو هيقعد على الارض زيه زي الباقيين. الله على اخلاقك يا ابن الله. بس مش عارف بتيجي عند رئيس الفصل واخلاقك بتختفي ليه. وبعدين بدا ياكل هو وجاي، وبعد الاكل بيروح شو برضه رئيس الفصل تاني وبيكرر في عيشته عادي. الواد من كتر ما زهق منه طلع بره يتدرب بعيد عن المخيم، بس انت تفكر ان شو هيسيبه؟ لا والله، شو بيطلع بيفضل يجري وراه وبيلحقه برضه وبيفضل يتبرد عليه كمان وكمان. قرر الواد في عيشته عيني. بعدها شو بيروح بيتدرب في مكان كده وبيفتح خريطته النجميه وبيقدر يفتح قدره جديده كده وبتبقى جامده اخر حاجه. بعدها وشو رايح يقعد الغدا رئيس الفصل بيروح له وبيكون جايب اخره منه وبيقول له انت درجه اوضك ضعيفه وشايف نفسك عليا عشان كسبتني مره في الريست، انا قوتي زادت دلوقتي وتعالى وجهني في نزال لو راجل. شو قال له تمام قوي يلا بينا. بس فجاه المدرس بيدخل عليهم وبيقول لهم ان القتال ممنوع وان انتوا في المستقبل ممكن تكونوا رفقاء سلاح، بس انا ممكن اسمح لكم تلعبوا ريست لو عايزين تحلوا الخلاف ده وانا هكون الحكم ما بينكم. وبالفعل الاثنين جهزوا ومسكوا يد بعض، والعيال كلها كانت بتهتف رئيس الفصل مستنيه شو يخسر باي طريقه، وشو ما كانش همه اول ما المدرس بيشيل ايده شو بيكسب رئيس الفصل في اقل من ثانيه، والعيال كلها اتصابت منه يا عيني وشرب منهم شويه نقط بالهبل. بعدها المدرس زنبار من قوه شو قال له انت ازاي جامد كده، وقال له ما تيجي تلعبني انا كده ونشوف مين فينا اقوى. شو قال له تمام تعالى، والمدرس طبعا كان اقوى بكتير من رئيس الطلبه، ولكن شو قدر يغلبه برضه وبكل سهوله. المدرس فرح وقال له شو انت هيبقى عندك مستقبل باهر ان شاء الله. بيقول له شو انا ما عملتش حاجه، ده كله بفضل رئيس الفصل، ده هو نجمه حظي. الواد ده بدا يصعب عليا والله. بس هم قاعدين ليه شو بيلاحظ ان في ضباب كتير داخل عليهم ومستغرب كده لان دي مش حاجه عاديه بتحصل في المكان ده، وفجاه بيضرب جرس الانذار والمدرس بيامر الكل ان هم يهربوا بعيد عن الضباب. شو بيحاول يهرب هو وجيا، ولكن الضباب بيلحقهم في ثواني والكل بيتبلع جواه، وبينزل شو على المكان كده اول مره يشوفه ولسه بيتفحص المكان وبيلاقي وحش عظمي بيهجم عليه. بيتفادى شو هجماته كلها وبياخد الفاس منه وبيخلص عليه. بعدها شو بيطلع لحته عاليه كده عشان يشوف هو فين، ولكن فجاه تظهر له وحوش كتيره من تحته وبتحاول انها تقتله، بس شو بيجري منهم ومحدش بيقدر يمسكه، لحد ما فجاه بيشوف شويه من الطلاب بيجروا قدامه وبيقولوا له اهرب بسرعه عشان الوحوش ما تقتلكش. وبيبص شو على الوحوش وبيلاقيها بتقتل واحد من زمايله قدام عينه، فبيروح شو عشان يلحقه وبيقدر ان هو يقتل الوحوش كلها ويخلص عليها، والعيال كانت واقفه مصدومه من قوته. بس فجاه بيجي وحش بيهجم عليه وشكلها كده النهايه يا صديقي، والعيال كانت واقفه زي خيبتها ومش عايزين يعملوا اي حاجه. ده حتى واحد منهم بيقول لهم مش المفروض ان احنا نساعده، ده على اساس ان في خيار تاني يعني. ولكن وسط ما هم كانوا بيرغوا قدر ان هو يخلص على الوحش، وبعدها راح عليهم وقال لهم ان المكان هنا مش امن، روحوا حته تانيه واستخبوا فيها. البنت قالت له انت هتروح فين؟ خليك معانا واحمينا. بس شو ما ردش عليها وعرفهم ازاي يحاربوا الهياكل وحذرهم من انهم بيطلعوا من تحت الارض، وقال لهم ان الوحوش دي بتموت عن طريق قطع راسها وبيدوهم الفاس ده وبعدين بيمشوا. وهو ماشي البنت بتقول لو كنا ساعدناه كان ممكن يفضل معانا، وبيخلص اليوم على كده. بعدها شو راح على شويه هياكل وبدا يكسر فيهم عشان ياخد سلاح منهم يحارب بيه. الواد بقى جامد وكان هينهم حرفيا، وعزمهم فعلا واخد سيف من واحد منهم وفضل يجري في العتبه عشان يدور على مكان يستخبى فيه قبل ما الليل يدخل. بس هو بيجري شاف جثث كتير مترميه على الارض، وشاف كمان نفس الشخص اللي كان بيديله الكرسي في المخيم مقتول قدام عينه، وبيتاثر شوب اللي شافه وبعدين بيمشي. بعدها كمل
جري، بس فجأة وهو بيجري شاف واحد ضارب فلير في الجو، فشو بدون تفكير بيروح على مكان الفلير ويضرب شعرته وبينزلها في الأرض. بعدها شو بيبص على مكان الشغلة وبيلاقي واحد واقف ومعاه مسدس الفلير وعمال يطلع منه نقط سلبية، وده عشان شو بوظ له شعرته بس ما بيكونش اسمه ظاهر فيها. بعدها شو بيعرف إن ده ممكن يكون الجاسوس اللي جه قال له عليه، وبالفعل بيطلع جاسوس جاي تبع منظمة تانية وما بيكونش لوحده، ده مع أصحابه. هم كانوا عارفين إن هم يدخلوا حطام وكان معاهم الفلير ده عشان لو طلعوا عن بعض يضربوا الفلير في السماء واللي يشوفوا منهم يروح للتاني ويتجمعوا. خطة في منتهى الذكاء. المهم الواد بيكذب على شو بيقول له ان هو معاه في فصل الديوان. شو كان عارف ان هو بيكذب بس عمل نفسه عبيط وكمل في التمثيليه وقال خلينا نكسب شويه نقط، وقال له انا كمان في صف الديوان. والواد اول ما شاف السيف اللي معاه قال له حلو قوي السيف ده، انت جبته من الحيطان ولا ايه؟ شو قال له ايوه. الواد قال له طب ما توريني كده ثواني. الواد بيقرب من شو بحذر كده عشان ياخد السيف منه، وشو كان عامل نفسه مصدقه وهيدوله فعلا، بس في اخر لحظه شو بياخد السيف وبيبعدوا عنه، وده طبعا خنزر منه عشان يكسب منه شويه نقط. المهم الواد بيقرر يمشي بس شو مش هيسيبه ويروح يمشي معاه عشان بيخاف يمشي لوحده، ودي طبعا حجته عشان يمشي الرياضي ويضايق فيه ويكسب منه نقط اكتر. خنزير اقسم بالله. وفضلوا يجروا وشو كان عامل نفسه انه تعب ومش قادر يجري. الواد بدأ يفرح كده عشان اخيرا هيخلص منه، بس اتفاجئ بشو جنبه، ولكن اثناء ما هما بيجروا بيطلع عليهم شويه وحوش من تحت الارض عشان تقتلهم، وحرفيا دول مش شويه، دول يعملوا جيش يا صديقي. الواد بيحاول يهرب منهم وحرفيا على اخره، وشو هو كمان عامل نفسه خايف منهم وبيجري معاه. الواد بيحاول ياخد السيف منه عشان يقتلهم، وشو بيبين ان هو بيحاول يدوله بس شو بيخنزر عليه مش اكتر، وبعدين شو بيزقه وبيرميه على الارض كده وبيطلع يجري هو بعيد عن الهياكل كلها. الواد وحش مسك فيه وحرفيا كان هيموته، بس في اخر لحظه طلع سكينه كان مخبيها وقادر ان هو يقتل الوحش ويهرب. بعدها الواد بيلحق شو وبيكون عايز يقتله وقتها، بس بيقرر انه يقتله بالليل وهو نايم عشان ما يقومش. وشو طبعا بيكون فاهم كل حاجه وعارف اللي فيها بس بيعمل نفسه عبيط. بعدها بيروح على مكان عالي عشان يرتاح، وشو عمل نفسه نايم كده، والواد اول ما قرب منه صحى وقال انا كده بقيت تمام ومش هنام تاني. والواد يا عيني واقف وهيولع منه. صعبان عليا الواد ده والله، وقع مع واحد قوته الخنزره، يعني خنزره اكتر قوه اكتر. يلا نسيبه بقى. المهم تاني يوم الصبح بينزل شو عشان يجيب اكل من معاه، طلع واحد من التوفو وقاعد ياكل فيه. الواد اول ما شاف التوفو اتصدم وقال له انت عملته ازاي؟ مستحيل يكون معاك واحد من الاول. وشو طبعا قاعد يتبرد عليه وقال له كلام مش مفهوم كده، لحد ما الواد جاب اخره واتعصب جامد وقرر انه هيقتله دلوقتي. الواد بيكون قوي جدا وبيقدر يضرب شو، بس شو مش سهل برضه وبيتفادى كل هجماته وبيرضى له هو كمان. الواد بيتعصب اكتر وهجم على شو بكل قوته، وشو بيتفادى الهجمات بس السيف بتاعه بيقع. الواد فكر كده ان هو خلاص هيقتله، بس شو بيطلع السيف بتاعه وبيخلص عليه. الواد بعدها عرف ان ده الشخص اللي قوته من الدرجه جيم، ودي تالت اعلى درجه من الست درجات، ومحدش من صف الديوان قدر يوصل لها غير شو. ولو انت مش عارف قد ايه الدرجه دي جامده جدا، فقوه لي شاو من الدرجه ب، يعني شوف له درجه ويبقى بقوه مدير المدرسه اللي هو عضو في شبكه السماء، ودي طبعا حاجه جامده قوي بالنسبه لواحد في سن شو. المهم شو ما بيكونش مصدق انه قتله. بعدين بيبص على الواد كده ويقول قد ايه الدنيا دي مرعبه قوي، انا امبارح كنت قاعد بهزر معاه عادي ومفيش في دماغي حاجه، والنهارده انا قتلته. قد ايه العالم ده قاسي فعلا، بس مهما كان الطريق صعب انا هفضل مكمل فيه برضه. وبعدين بيمشي وبيسيبه، واثناء ما هو ماشي بيدخل على غابه كده وبيشوف تفاحه على الارض، ويقول اخيرا ناكل حاجه تاني غير التوفو، وبيروح عشان يجمع له شويه منه، بس هو بيجمعه بيشوف شويه من السناجب متعصرين منه جامد وعمالين يحدفوا الطوب عشان بياكل من التفاح بتاعه ده، حتى السناجب ما اترحمتش من خنزرته. المهم بيجمع منهم شويه نقط ويغير التفاح وبيجري، ويفضل يجري لحد ما بيوصل على نهر كده وبيشرب منه. بعدها بيقعد وبيقول انا بجري بقالي كتير قوي وما شفتش حد، هو الحيطان ده ملوش نهايه ولا ايه؟ ولكن فجاه هو قاعد بيجي ذئب وبيهجم عليه، بيحاول شو يجري منه بس بيلاقي العشيره بتاعته كلها في وشه. منحوس منحوس يا ابني والله. بيطلع السيف في وشهم كده على اساس ان هو مش خايف منهم يعني، ولكن بيرجع في كلامه وبيطلع يجري. الجري نص الجدعنه برضه يا صديقي. وهو بيجري بيخش على غابه السناجب، والسناجب اول ما شافته فضلوا يحدفوه بالطوب، وشو بيقول لهم بيطلعوا عليا بس اخلص من الذئاب دي وهاجي اخلص على كل التفاحه اللي في غابتكم، يعني خنزير حتى وانت هتتاكل. المهم شو بيكمل الجري والذئاب مش حلاها، واحد منهم بيعوره في ايده، والواد شكله هيتاكل ولا ايه، وبيقول انا مش عايز اموت دلوقتي، انا مش عايز اموت قبل ما اشوف له واطمن عليها. والواد فجاه كده طاقته زادت وبيزود سرعته وبيقدر يهرب من الذئاب كلها. جامد يا ابني والله. بعدها بيوصل على مكان الناس اللي كانوا عطاهم الفاس في الاول، وبيلاقي عددهم زاد شويه، وبيبقى مفكرين شو مدرس وجاي يحميهم، بس شو بيقول لهم ان انا هقعد معاكم يوم واحد بس وبعدين همشي من هنا، وبيخنزر عليهم شويه. بعدها بيزود الخنزير عليهم وبيسالهم انتوا ما اكلتوش من امتى. البنت بتعيط وبتقول له بقالنا 3 ايام ما كلناش، فشو بيقول لها حلو قوي، وبيطلع التفاحه اللي معاه وبياكله قدامهم. خنزير اقسم بالله. بيقول لهم لو عايزين التفاح ده هتمشوا في الاتجاه ده لمده يومين بس وهتلاقوه، بس خلي بالكم في شويه سناجب خنازير وما بتحبش حد يلمسه. السناجب هم اللي خنازير برضو. المهم ده بتتعصب وبتديله نقط زياده، وده عشان هم عارفين ان هم مش هيطلعوا من هنا اصلا. واحد منهم بياخد الفاس بيروح على شو عشان ياخد منه التفاح بالعافيه، بس شو بياخد الفاس منه بكل سهوله وبيفضل يتولد عليه. الواد تقريبا جاله شلل يا عيني. بعدها بيقول لهم شو جه الوقت عشان يمشي، وبياخد السيف بتاعه والفاس كمان بتاعه الواد ومشى، بس قبل ما يمشي بيكون سايب لهم تفاحتين كده، بس العيال طبعا ما خدتش بالها.
وبس لحد هنا بيكون انتهى جزء النهارده، فلو عجبك سيب رايك في التعليقات وقول لي عايز الجزء التاني امتى، وما تنساش طبعا لايكك واشتراكك عشان تتابع باقي الاجزاء الجايه. وبس كده، سلام يا رجاله.